لما نزلنا من الاوضه اللي شفنا فيها رئيس عبد الناصر في مشهد اخير، مشهد النهايه، ونزلنا تحت في الصالون واحنا في بيت الرئيس، انا كنت حاسس ان البلد وغيري حاسين بالتاكيد ان البلد مقبله على ظرف في منتهى الخطوره، لانك انت في وسط معركه وفي وسط موقف صعب جدا وفي وسط محاولات البحث عن حل وحرب قائمه فعلا وجيش متاهب الى اخره. البلد فقدت قائدها الاعلى، ومش بس قائدها الاعلى، القائد اللي كان بيعمل كان موجود معتبر انه هدفه الاساسي بعد 67 هو انه الجيش يرجع يعبر القناه الى معركه مختلفه. فبقينا قدام موضوع الخلافه، بقت موضوع هنا لازم تختار رئيس جمهوريه. فانا فاكر نزلت قلت لاخواننا كلهم، هو قعدنا والرئيس كان موجود وكان في بعض ناس تانيين، كنا 7 8 كده. هو قال ايه العمل، ولسه جمال عبد الناصر فوق خلاص، ووصل لنا البكع بتاع افراد العيله، واحنا في صالون البيت تحت عنده في البيت. وانا فاكر ان انا قلت انه لابد ان نحتكم، احنا محتاجين رئيس، ولابد ان نحتكم الى قاعده وضعت سلفا من قبل. ما نجيش النهارده نختار قاعده والا هنفتح الباب للخلافات. القاعده الموجوده هي الدستور بيقول نائب الرئيس يتولى سلطه الدوله العليا لغايه 60 يوم، بعد 60 يوم بقى في استفتاء وهكذا. والمهم مشيت مسائل وبقى انا رئيس رئيس. بتلاقيني علاقتنا اول ما بقى رئيس انا قدمت لا يعني انه حضرتك انت يعني فاذا انت كنت مع ورقه السادات لبعد وانا عبد بعتقد الناصر. وهقول لك حاجه، ولو عادت الظروف مرة تانية فأنا مع ورقة أنور السادات رغم كل شيء صار لا بعدين. رغم كل شيء، لأنه أنا كنت أخشى. شوفي هقول لك حاجة، هنا ده كلام تقيل قوي إن أنا أقوله، لكن الظروف بشكل أو آخر عارفة إيه، جمال عبد الناصر كان موجود، وجمال عبد الناصر كان مالي مساحة ضخمة جدا من العمل الوطني، وفجأة وفي وسط معركة خلاص انت هنا قدام ناس في اعتقادي انت عارفه ايه. انا مش عايز اخش في تفاصيل لا لزوم لها، واظن مفيش داعي برضه لها، لكن انت ما تقدريش تروحي تجيبي حد من بره الناس اللي داخل الساحه. بمعنى انك لو جيتي فتحتي على سبيل المثال، ناس كانوا بيقولوا ان انا ايدت ان زكريا محي الدين يجي رئيس جمهوريه. مش صحيح، لانه عشان تجيبي زكريا محي الدين كان لازم تطلعي بره الدائره الموجوده داخل السلطه وتروحي تجيبي حد تاني من بره، وده يفتح الباب لمجالات كتير قوي. اذا انت كان لابد انك تاخدي حد من الناس اللي جوه. اذا قلتي هتاخدي حد من الناس اللي جوه، يبقى انا بعتقد انه انور السادات شخصيه غير حاده، الباقيين كلهم ممكن قوي يقبلوا التعاون معاه ولو لفتره انتقاليه. وانا بعتقد ان الراجل عشان ابقى راجل امين معاه في هذه الفتره الانتقاليه، انا بعتقد ان الراجل حاول كل ما في وسعه، وبعتقد انه نجح، لانه هذا البلد كان ممكن قوي بعد جمال عبد الناصر شوفي اي شخص ممكن يروح في حياه امه، لكن المشكله انه اي حد يروح وانت عندك جيش. تعالي تصوري حياه جيش في مليون بني ادم موجود على قناه السويس، موجود على الجبهه، والجبهه بتتضرب، والجبهه بتستعد انها تضرب، وعندك بتبني حائط صواريخ زي ما كنت، وبعدين بدا يبقى في قلاقل سياسيه ورا في العاصمه. انت عارفه ايه ده؟ وضع لا يمكن يستشعره الا انا بستشعره لاني عشت في داخله. اذا انا بعتقد انه انور السادات، وانا في هذا بعتقد انه منصف لبلدي مش لانور السادات، بعتقد انه انور السادات كان اصلح شخص في هذا الظرف يجي ويترك لاخرين جنبه مجال انهم يعملوا. وبالتالي انور السادات قبل مني ان يرشح حد زي الدكتور فوزي رئيس وزراء، قبل انه يبقى في مدني يجي، وقبل وبعدين مع قوه متزايده نواب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وحاول قدر ما يستطيع مع الجهاز القديم اللي كان مع الرئيس عبد الناصر. لكن الراجل بذل، وبعدين ادى اولويه للقوات المسلحه وساب القوات المسلحه. وقتها كان في عبد المنعم رياض، كان في سعد الشاذلي، وكان في صادق، وكان في وفوزي وكده، فريق فوزي، واظنه انه لم يقترب من القوات المسلحه، ما حاولش يعمل اي حاجه. القوات المسلحه كانت بتشتغل بقوه الدفع الموجوده، وكملت تشتغل بقوه الدفع الموجوده.
وبعتقد انه ادى دوره في هذه المرحله الانتقاليه، واعتقد انه اداه بامتياز. انا اهم نقد بالنسبه لي، وهو ده النقد الاساسي، هو الطريقه اللي احنا تعاملنا بها سياسيا مع ما تحقق في اكتوبر عسكريا وسياسيا. انا كنت كل ما فعله انه احنا تناقشنا كتير قوي، وكنا مرات حادين جدا. وانا فاكر مره ان احنا كنا في بيته وهو كان بيتكلم بحده في موضوع، وانا قلت له ما فيش داعي اصواتنا تعلى على بعض، بس يفتكرنا بنتخانق. واظن دخلت سيدة جيهان السادات وهدت لكن بمعنى انا كنت بتعامل معاه كصديق زي ما كنت بتعامل مع جمال عبد الناصر. ما كان في حاجز نفسي بينك وبينه؟ لا اطلاقا، إنه ما كانش السادات بعد عبد الناصر العملاق. هنا في لا شوفي، هنا في قضيه اهم قوي من عبد الناصر ومن السادات مجتمعين. انت قدام بلد في حاله حرب، انت قدام بلد في مليون شاب من ابنائه على الجبهه، انت قدام بلد معلقه بمصائر امه، وهو يتحمل هذه المسؤوليه فعلا ب 67، وعليه ان يصحح تبعات ما احدثه، او بصرف النظر عن تقصير اخرين، ده قصر وده قصر وده حتى تآمر، ما يهمنيش ده كله. لكن انت خدتي صعدتي موقف 67 وانت متحمل المسؤوليه، ومهما كان من شأن تدخل قوى بالخارج، ومهما كان من شأن تقصير قوى عربيه وحتى تآمرها، يبقى انك انت مسؤوله قدام هذه الامه ان تحاولي استعاده الزمام. هنا في مش جمال عبد الناصر وانور السادات، في مصائر تاريخيه اكبر من كل الناس، لا تحتمل الناس يعني تتدلع. هو ما كان بحاجه لكامب ديفيد، ما كان بحاجه لزياره انا القدس. هقول لك حاجه عشان نختصرها. نعم. تعالي اترجاكي ترجعي للمحاضر السريه التي نشرت عن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في حضور هنري كيسنجر، وبالتحديد اجتماع في 6 أو 7 ديسمبر سنة 1973، اللي بيقول انه انور السادات اعطى اكثر من ما اللي كان بيقول ينبغي. فيه انه انور السادات لا يستعمل اوراقه. وانا مندهش ليه؟ لانه هذا الرجل بما حققه، مهما قلت فيه حتى بالثغرة اللي بتتكلموا عليها، يستطيع أن يصر على موقفه، ويستطيع أن يحرك قواته والسياسية والعسكرية بالدرجة الأولى لكي يحصل على انسحاب إسرائيلي غير مشروط من كل الأراضي العربية اللي احتلت بعد 4 يونيو سنة 67. افتكر أن الجيش الإسرائيلي كان حتى بالثغرة، لما تصوري الجيش الإسرائيلي موجود من سعسع داخل سوريا إلى السخنة عبر قناة السويس، ده جيش مكشوف إلى أبعد درجة. ما فيش داعي أقول لك إن أنا والله شفت هنري كيسنجر معايا إحنا وهو سوا، وهو يكاد يتسول إنه أنور السادات يوافق على إنه يرد الجولدا مائير 36 ضابط طيار أسير عندنا عند القوات المصرية، وقال لي إنه جولدا قعدته ليلة بحالها عاوزة دول بأي طريقة، وقال لو يا بس ولو شوية منهم. ورحت تاني يوم اكتشفت ان رئيس السادات سلم ال 36. مش هو انا بعتقد انه عمل هاي، لكن هو عمل غلط في الحساب، وهو الغلط الاعتماد على قوة خارجية تحقق لك اهدافك. نعم. وده كلام هو كان عنده ايمان بامريكا كده نهاية. يلا